تحب ادخل اساعدك في اللبس؟ مش ياسمين انا مش عايز حد يساعدني ومش عايز نبرة الشفقة دي. انا لبست اهو زي الفل. يا ابني انت لابس بنطلون بيجامه وشراب ياسمين. انا هفتح، خليكي جنبه يا ماما. طيب. ازيك يا طنط؟ وسعي وسعي ما اشوف ابني. يا حبيبي يا حمدي، يا حبيبي يا ابني، ان شاء الله انا ولا انت ابدا. انا كويس يا ماما، اهدي، انا ما فيهاش حاجة ولبست اهو رايح الشغل. شغل ايه اللي انت رايحه وانت لابس زي البلياتشو كده؟ مش كفايه اللي عملته فيك؟ هدي نفسك يا حبيبي. وقفي بنت انت هنا، ما تتحركيش. ايوه انا بلغت البوليس وهيجوا ياخدوكي. لا بوليس ايه، احنا مش عايزين نكبر الموضوع. انا اتكلمت معاه وعايزاكي تسمعيه. انا والله ولا ليا في الاعمال ولا في الحاجات دي خالص. والقضية اللي انت حلتيها وايمن، فين ايمن يا جماعة؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حضرتك باصص فين؟ انا هنا. لا حول ولا قوه الا بالله. ما انا هشرح لحضرتك. اخراسي خالص، ما تتكلميش ولا كلمه. اما تروحي القسم بيتكلمي قدام الضابط. لا لحظه واحده لحظه واحده، احنا عايزين نقعد مع بعض ونتكلم بهدوء. تعالي اتفضلي. عدي. حاضر. تعالي يا بنتي. حاضر. تعالى يا حبيبي تعالى. بالراحة. روح قدام شويه، قدام شويه، على مهلك. انت كده قعدت خلاص. احنا عايزين نتكلم بهدوء وبشكل علمي. علمي ايه بشغل الجهله اللي عملته بنتك؟ ما تتكلمي يا بنتي، ما تحكي لها ايه اللي حصل. هنسيب الحمار ونمسك في البردعه. من فضلك ما تتجاوزيش حدودك. خلاص يا ماما، انا حمار خلاص، انا فوتها فوتيها. بتعمل ايه يا حمدي؟ بتعمل ايه؟ بدور على النضارة، انا نسيتها جوه ولا ايه؟ لا اهي اهي يا حبيبي اهي. وهتفيد بايه النضاره؟ ابني اتعمى، انت عبيطه؟ لا مش للدرجه دي، انا ما بعرفش اتعامل بالطريقه دي. اما بتتعاملي بانهي طريقه؟ لو كانت بنتك هي اللي اتصت في النظاره بعد الشر بعد الشر، ده كلام المناط الشر. السعد يا شيخه. يا إيه ده؟ سلام. ماما، اهو ماما. الشر اهو، ماما. اهو الشر اهو ماما حصل. عايزك في كلمة، تعالي. طيب يا بنتي يا بنتي اتكلمي، احكي لها ايه اللي حصل. يبقى بروح في داهيه، انا بروح في داهيه. اتفضلي احكي لها الحكايه. تعالي يا ماما نتكلم هنا بعيد عنهم عشان ما يسمعناش، وبعد اذنك سيبينا اتكلم للاخر وما تقطعينيش خالص. والله العظيم انا ولا ليا في الاعمال ولا النيله. انا كل اللي كان همي يعني ان انا اقلب المدام مش اكتر. هتقولي لي انا صحيت من النوم مخضوضه لما قالوا لي الخبر، بس ان شاء الله الموضوع بسيط، وياسمين في الاخر ملهاش دعوه بالموضوع ده. هي البنت معاها اللي اسمها سماح والولد اللي اسمه ايمن، هم المصيبه كلها، هم اللي عملوا كل ده. احكي لها بقى عن قضيه الدكتور حمدي، حلتيها ازاي؟ اصل انا استنيت لما الدكتور نام وبعدين بصيت في الملف، وتبصيم الاموات ده يعني عندنا بيحصل كتير قوي في البلد. انا بحبها يا ماما ومش هسيبها، وان شاء الله المشكله هتطلع بسيطه وهنحلها. انا عايزك دلوقتي بس تهدي ونروح نقعد معاهم بهدوء، وسيبيني انا اسوق من فضلك يا ماما. يلا اتفضلي اتفضلي. بس لازم نفكر بشكل علمي عشان مصلحه حمدي، ويخف ان شاء الله ويقوم بالف سلامه، وبعدين نبقى نقعد نتكلم. يا جماعه، ياسمين لا اوعي ايدك. اقعدي يا ماما اتفضلي. يا حبيبي يا ابني، ده مش عينيه بس اللي راحت، ده دماغه كمان راحت. ماما قاعده جنبك يا حبيبي. دلوقتي يا جماعه انا اتكلمت مع ماما وهي كانت متعصبه جدا، بس انا هديتها وفهمتها ان احنا في الاخر عيله وما ينفعش صوتنا يعلى على بعض. فمن فضلكم قدروا ان هي صحيت لقت ابنها بالشكل ده، فمعلش انا عاتبتها على موضوع انها قالت على ياسمين عبيطه، بس بالراحه على ماما لان هي على تكه. ابني راح، ابني راح مني يا ناس، ابني راح مني يا ناس.